صباح الفل والياسمين على حبايب قلبي الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم مننا كل جديد. ناس كتيرة بتسأل عن تسمين البط وازاي ان انا ادي بعض الاضافات اللي تخلي البط بتاعي بسم الله ما شاء الله يكبر ويدي وزن عالي. طبعا احنا اعتمدنا الاساسي في اول فترة زي ما قلنا على العلف. طيب بنختار ايه؟ اول حاجة بنبدأ بالعلف البيدي. ايه هو العلف البيدي؟ اللي هو العلف الناعم ده. ببدأ أسس بيه البط لمدة شهر. طيب بعد الشهر ببدأ ان انا اغير للعلف النامي. علف النامي اللي هو علف التسمين اللي بيبقى كبير في حجمه شوية. طيب بعد الفترة دي بعمل ايه؟ بلاقي ان انا ابدأ ادي اضافات علشان تخلي حجم البط بتاعي يكبر وينطر جامد. طب هعمل ايه؟ في بعض الخلطات اللي الناس قالوا عليها وناس كتيرة بتجربها واصحاب المزارع، مثلا الذرة او الدشيشة الخشنة اللي احنا عارفينها، بنبدأ نديها لهم ونخلطها بالعلف. بتدي انتاج عالي جدا وبتنطر وزن البط في حته تانية خالص، بتخليه بسم الله ما شاء الله كبير. طب ايه كمان؟ ممكن تجيبي 2 كيلو من العلف تحطي عليهم الذرة وتحطي عليهم زبادي وكركم ومعلقه من الخميره الفوريه مهمه جدا لزياده الوزن. بتزود انتاج البط ولحوم البط وبتخليه بسم الله ما شاء الله طعمه جميل جدا، وعن تجربة ناس كتير الكلام ده. يا ريت نجرب الوصفات دي وان شاء الله هتوصلوا لوزن عالي وكبير جدا. يبقى احنا قلنا العلف البادي اول حاجة، العلف النامي. طيب لو انا عندي البط بتاعي عايزة اجيب ينتج بيض ويرقد على البيض وكده، ببدأ اديله علف اللي هو البياض. علف البياض ببدأ اديه من 24 اسبوع بالنسبة لمين؟ للبط. بضيفه ليهم وبيبقى طبعا بيحتوي على فيتامينات ومعادن واحماض امينية بتؤدي الى تكوين البيض وانتاج بيض مخصب جميل. كل الحاجات دي لو استخدمناها ان شاء الله باذن الله هنلاقي ذكر البط معانا هيوصل من 6 ل7 كيلو.